ده الجزء التاني بقى من سلسلة أكلة جامدة وقعدة رايقة. وفي السلسلة دي زي ما قلنا قبل كده بنجرب الأماكن اللي الأكل فيها هيكون كويس والقعدة فيها تكون رايقة. ومعظم التجربة دي هتكون في الكافيهات اللي هي كافيه ومطعم في نفس الوقت. والنهارده بقى هنجرب كافيه ومطعم إلي. والكافيه ده موجود في المحلة في شارع الصياد اللي متفرع من شارع شكري الكواتلي جنب الصياد على طول في الدور الرابع. نبتدي بالمكان بقى، والمكان هناك القعدة فيه جامدة قوي زي ما انت شايف كده، الديكورات عالية قوي، وفي كمان روف فوق كده ممكن تقدر تقعد فيه برضه، وفي كمان كيدز اريا. نخش بقى على الاكل. اول حاجه بقى هنجربها هي التشيكن فرايز. بتبقى عباره عن بطاطس وعليها قطع ستريبس وعليها من فوق جبنه. طعم البطاطس كويس جدا، والجبنه كمان الكواليتي بتاعتها عاليه، والستريبس جامد قوي، ودي سعرها 41 جنيه. نخش بقى على الوجبه الجامده قوي دي. الوجبه دي اسمها إليت ميل باسم المكان، وبتبقى عباره عن رز وفرايز وقطعتين كوردن بلو وقطعه فراخ كريسبي وقطعه فراخ كده شيش عليها براون بيبر صوص كده، كان طعمه جامد قوي. الكوردن بلو بتاعهم كان جامد قوي، وقطعه الستريبس دي كانت جامده قوي برضو. اما بقى قطعه البراون صوص دي كانت في حته تانية خالص. والوجبه دي سعرها 106. البراون بيبر صوص ده بقى جامد قوي، بيتحط على اي حاجه كده يخليها في حته تانية. طعم البيبر بقى اللي عليه كده بيخلي الحاجه مشطشطه سنه كده، وطعمها جامد قوي. الوجبه دي انا شايف ان سعرها كويس قوي، ووجبه مناسبه جدا وفيها كل حاجه. نخش بقى على الطاسه الجامده قوي دي، ودي طاسه نجريسكو سعرها 76 جنيه. شايف الجبنه بتشد ازاي؟ طعم الجبنه كان جامد قوي، وطعم المكرونه كمان كان كويس جدا، وسعرها كان مناسب قوي. المكان لحد دلوقتي محقق الهدف من السلسله دي بان الاكله جامده والقعده رايقه. نخش بقى على الكريب الجامد قوي ده، وده كريب كرانشي سعره 68 جنيه. ما كنتش عارف اصلا اكله ازاي، لازم تضغط عليه كده وتبططه شويه عشان تعرف تاكل منه. كان عنده مشكله واحده بس الكريب ده، ان العيش بتاع الكريب نفسه تخين شويه، كان عايز يبقى ارق من كده. نخش بقى على الشوكليت كيك ايس كريم. زي ما انت شايف كده شكلها تحفه فنيه، تحس ان هي رسمه اصلا مش شوكليت كيك بالايس كريم. ودي بقى بتبقى عباره عن طبقه شوكليت كيك كده من تحت، ومن فوق شوكليت كيك برضو، ومن النص ايس كريم. وطعم الايس كريم اللي فيها جامد قوي، وطعم الشوكليت كيك كمان جامد قوي. سعرها كمان اجمد منهم، سعرها 57 جنيه. نخش بقى على الوافل الجامد قوي ده. طلبنا من عندهم بقى نص لوتس ونص نوتيلا. زي ما انت شايف كده الوافل كان سخن وطري جدا، بيتقطع بسهوله، والصوص اللوتس كده باظظ من كل حته، وحاطين على وش كده بسكوت لوتس كده مكسر مخلي الطعم في حته تانية خالص. والوافل ده اما بتاكله هو سخن بيبقى طعمه جامد قوي. النوتيلا بقى كمان كانت باظه من كل حته، وهم بيستخدموا نوتيلا اصلي، وكان طعمها جامده قوي. وبصراحه الوافل ده من احسن الحاجات اللي انا طلبتها من عندهم. والوافل ده سعره 68 جنيه. وبعد بقى ما اكلنا وحلينا قلنا نطلب اي حاجه فريش بقى كده تنعنشنا شويه. طلبنا السموزي الجامد قوي ده سموزي كيوي وليمون، وسعره 43 جنيه. طعمه كان منعش جدا كده. وبكده يكون انتهى الجزء الثاني من سلسله اكله جامده وقعده رايقه. لايك وفولو عشان في تجارب تانية جامده جدا. ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه.